السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة فيديو جديد معاكم. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. النهاردة كنا في السوق، قلت اوريكم احنا جايبين ايه مع بعض كده. دول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك 4 كيلو طماطم. الكيلو كان كيلو ونص ب10. جبنا 4 كيلو عاملين 25 جنيه. ودول برنجان. اللهم صل على النبي. البرنجان جبنا الكيلو ب15. بسم الله ما شاء الله. تنقي البرنجانية الخفيف مش التقيل. ودي القتة طلعت يا جماعة. جبنا الكيلو القتة ب15. وجبت خيار الكيلو برضو ب15. القتة والخيار زي بعض بنفس السعر، قلنا اجيب كيلو وكيلو من دي اهو، اسمه تغيير. ودي البطاطس الكيلو كان ب15، جبنا 3 كيلو ب45 جنيه. اهي بطاطس جميل، زبونة وحلوة جميل. ده بتاعت التحمير دي بتبقى حلوة اوي. ودي شاهد الكيلو كان ب15. انا بحب الشاهد عن الاناناس شوية، بيبقى مسكر. جبنا الكيلو ب15، دول 2 كيلو عاملين 30 جنيه. و اللهم صل على النبي. دي فلفل، أنا بحب فلفل على شطة. الشطة دي بتبقى حامية شوية كده، بتدي للأكل نفس وريحة وطعم. الشطة ديت اللهم صل على النبي كانت استنى ما افتكر، كانت كيلو وربع ب15. والليمون النص كيلو ب12 جنيه، ده كان نص وحاجة. ودول دي بطيخة، كان هما 2. العيال ما صبروش خدوا واحدة ودي التانية. قلنا لما نعين التانية ديت نبقى نعملها في وسط الأسبوع. البطيخ مالي السوق اليومين دول، واحمر وجميل بسم الله ما شاء الله. اللي فتحتها للعيال التانية كانت حمرا وجميل. دي برضه هنفتحها معاكم ونشوف شكلها وده بصل، لان البصل خلص والواحد كان زهق من البصل الصعيدي. كان ده غالي ساعتها، كان وصل 40 جنيه. الواحد كان الصعيدي دوت برضه الابيض ده حلو، بس يعني اهو الواحد متعود على الاحمر ده. كان الكيلو ونص ب10، جبت جبت 3 كيلو ب20. ودي جيل عشان نعمله للولاد الواحد ب15، جبنا 3. دي مانجا ودوت فراولة وده اناناس. هنعمل بهم وصفة مع بعض كده ان شاء الله. ودي ب10 جنيه كمون. ودي طماطم مستوية. دي طماطم مستوية الكيلو ب5 جنيه. دول دي كيس 5 كيلو والتاني 5 كيلو. لان الطماطم اللي هتبقى جاية بتاعت الصيف ديت يعني مش كويسة، بتبقى فيها حاجات من جوا مش كويسة. فاللي عايز يخزن له حبة دلوقتي يقضي بهم الصيف يلحق، لان دي بتبقى حمرا وتشوف طماطم بلح وحلوة وجميلة. الكيلو كان ب5 جنيه. قلنا اما نجيب حبة يمشونا كده، وهنسبكهم دلوقتي سوا مع بعض عشان الواحد ما يكسلش. انا قطعت هم اهو. الحلة دي فاضية من غير اي حاجة خالص، ما تحطش اي حاجة في الحل. تمسكي الطماطمية كده، تقطعيها نصين، تقطعيها 4 تربع كده. تروحي مقطعة الطماطم. الحلة بتبقى فاضية، متحطش اي حاجة في الحل، انت بتجيبي الحلة وتقطعي فيها الطماطم كده على طول. ده اسهل طريقة للتسبيك عشان الخلاط بتاعك ما يجرالوش حاجة. اي حتة مش عجباني بروح شايلاها واروح رمياها. طماطم بسم الله ما شاء الله ب5 جنيه، بس كانت جميلة. يعني كان نادرا لما بتلاقي واحدة فيها مش كويسة. مم. بسم الله ما شاء الله. دول كان 10 كيلو. هيعملوا لي حبة حلوين يمشوني شوية، وان شاء الله بجيب حبة كمان يكفون نعمل بهم محشي في الصيف. دي لقيت حتة مش كويسة اشيلها. مهم. مش هقول بقى الطماطم كلها حلوة ما احطها كلها مرة واحدة، لا لازم اقطعها كده من النص عشان لو فيها حاجة من جوه مش كويس. برضو عندك حتة بنجراية، انا عندي بس نسيت احط. برضو بتدي الطماطم حمار وجمال، وبرضو البنجر مفيد للاكل. بسم الله ما شاء الله. متنسوش يا جماعة اللايك والاشتراك عشان نكبر بيكم. مم. وباركونا يا جماعة على الرينج لايت. العيال قاعدة يقولوا يا ماما انت بتقعدي توقفينا جنبك ونصور والمطبخ حر. ده النوم ورايا لحد ما جبت الرينج لايت دي. اهو يا جماعة، متنسوناش باللايك والاشتراك.
اهو دلوقتي اهو بقول لكم اولع عليها واسيبها مع نفسها شويه، اغطيها او متغطيهاش عادي برضو، هي بس ايه لحد ما تنزل المية اللي فيها وخلاص. على كده اهو هنا بوريك اهو، بديها تقليب عشان اللي تحت يطلع فوق واللي فوق تحت. اهو اقلب اهو، بسم الله ما شاء الله. هي بقى يا دوبك غلوتين كده، ما تعملش فيها حاجة اكتر من كده، غلوتين اتنين، وهسيبها تبرد. احنا كنا هنا دلوقتي الساعة بقت 12 بالليل، هسيبها تبرد لتاني يوم، مش هيحصل لها حاجة ان الجو لسه محررش قوي. وتاني يوم هنضربها سوا، اجيبها لكم برضه وانا بضرب الطماطم معاكم. غلوتين اتنين بس، شوفوا هي زردت مية قد ايه، واريكم المية اللي فيه. والعيال بقى ولادي كانوا جعانين، الا يا ماما احنا جعانين بالليل. لسه يا ابني يا حبيبي خش نام انت والله يهديك، يقولك احنا جعانين. طب هات كلوا اي حاجه، يقولك لا الا عايزين ياكلوا مكرونه اللي هي شبه المبكبكه دي. يا ابني يا حبيبي يهديك يرضيك، الطماطم حتى انا ما عنديش طماطم اصبروا ما ديت السبك، يقولك لا اعملها باي حاجه. من هنا لهنا قعدت ادور. شوف الميه، ما تتوهوش مني يا جماعه، شوفوا الميه اهي، يا دوبك بس المية ده اهي، هتاخد غلوتين فيها مع الطماطم وتدفع عليها وتغطيها لحد ما تبرد، بعد كده تضربيه. المهم نرجع بقى للمكرونة. يا ابني يا حبيبي يديك يرضيك اهو، قلت لهم خش نام يا ابني انت اهو، لك لا مش عايزين ننام. قلت لهم طيب. لقيت دورت عندي لقيت حتة طماطمية صغيرة، هي اي نعم مش هتحمر المكرونة قوي، بس اعمل ايه الساعة 12 ونص بالليل هيروحوا فين يجيبوا اكل. عملت لهم على السريع كده مكرونة، عملتها زي الرز، حطيت على حتة حتى الصلصة ما كانتش فكت، لأنهم طلبوها على فجأة. اهو انا احط بتاع قيمة معلقتين ملح ومعلقة فلفل اسمر، واسيبكو واحط الطماطمايه متلجة زي ما هي، ما هما مش 40 اعمل ايه. الفلفل الاسمر اهو، ورحت حاطه الطماطمايه واسيب كل دوت مع بعضه يتعمل اهو زي ما هي. يا سخونية الماء دلوقتي ما كله دي يغلي، وكل شوية اقعد اقلب فيها يا جماعة عشان ما تلزقش. حتى من صربعتهم عملتها في الحلة السلستين دي، والحلة السلستين دي يعني بتلزق الاكل شوية. بقيت كل شوية عمالة اقلب فيه، وشوية زيت اهمت، وهسيبها مع نفسها بقى كده، وكل شوية اقلب فيه. قلت طالما انا كده كده واقفة اما اغسل المواعين، كل شوية بقيت عمالة اقلب فيها واغسل في المواعين واقلب فيه. وقلت برضو بالمرة عشان الطماطم تاخد غلوتين على النار اهي، واطفى على كل دوت مرة واحدة. وعملوها وكلوها بألف هنا والأطفال يا جماعة متعرفش تنام زينا كده، لو الواحد جعان هيكسل. هنا اهو عملت ايه، محدش يتريق، يعني عارفة ان هي كانت عايزة طماطم يا جماعة شوية، بس اعمل لهم ايه ما صبروش اهو. وفقشت لهم بيضتين كده جنبهم، وطلعوا حتة مخلل، وراحوا واكلين وناموا على كده والحمد لله. ودي